السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم وألف مرحبا. واليوم جيت وجبت لكم وصفة جديدة لأول مرة غنحطها في القناة، ولكن هي معتمدة عندي وكنصايبها بطريقة ناجحة 100%. ما كاينش اللي ما كيذوقش هاد لاصوب هادي وكتعجبو صراحه والله العظيم الا كيقولوا لي احسن من لاصوب ديال تريتور. بسم الله على بركه الله، غادي نمشيو ونبداو ان شاء الله نوجدوا الصويبه ديالنا. كيف كتشوفوا معايا هنا عندي المقادير وعندي بعض الخضار راه وجدتهم باش ما يجيكمش الفيديو طويل. اختصرت ووجدت هنا الجزر والبوارو، وغادي نمشي ناخذ واحد الطنجره وغادي نبدا معكم وغتشوفوا الطريقه تدريجيا خطوه خطوه. خديت هنا طنجره ودرت فيها 2 المعالق ديال زيت، معلقه ديال زيت الزيتون ومعلقه ديال زيت المائده. وعندي هنا البوارو، الا ما كانش عندكم البوارو ديروا البصله الخضاريه، ولكن صراحه راه البوارو كيلذذ اكثر. بالنسبه للزيت الزيتون علاش خلطتها مع زيت الروميه؟ حيت زيت الزيتون صراحه كتجي قاصحه في هاد الشوربه هادي. الا ما بغيتوش ديروها ديروا معلقه ديال الزبده مع زيت المائده، زيت عاديه. ودرت مليحه، الملحه ديروا غير القياس حيت غادي يكون عندنا الحامض وغادي تكون عندنا صوص الصوجه. ديروا الملحه غير القياس، غير شويه. ودرت هاد 2 الوريقات ديال اوراق الرند او اوراق سيدنا موسى. غادي نخلي هاد البوارو حتى يدبل وغنحط عليه دابا الجزر. خديت هنا 2 ديال الخيزوات، قطعتهم ما حكيتهمش الصراحه، منين كيتحك ما كيجيش زوين. خيزو ما خصوش يتحك في هاد الوجبه هادي. قطعته هكا بشكل طولي ورقيق وغنخليه خيزو حتى يهبط، حتى يدخلوا شويه الطياب. ومره مره كنحرك باش ما تحرق ليناش خيزو والبوارو. ومن بعد غنزيد الكالامار حتى هو قطعته بشكل طولي، قطعته شويه رقيق وغنخليه يتشحر شويه مع خيزو. وصدقوني الاخوات هاد الشوربه هادي راه ما كيكونش فيها العطريه، كيكون فيها غير شويه من الحاجه. وبالنسبه لي انا راه ما كنديرش فيها نهائيا الخرقوم، لان هاد الوصفه هادي ما كديرش فيها الخرقوم. اللوين ديالها راه كيطلقوا غير خيزو. بعد ما تشحر ليا الكالامار مع الجزر غنزيد الكروفيت. غادي نزيد الكروفيت حتى هو يتشحر معاهم. وحاجه اخرى مهمه اللي هي هادي، منين تاخذوا الكروفيت ما تلوحوش القشور ديالو، غسلوه وديروه في واحد الكاسرونه او طنجره وخليوه يغلي مع مليحه واوراق الرند وشويه ديال الابزار. ومن بعد صفيوه وخذوه. بالنسبه لي انا هنا عندي يطرو، عندي هنا اطرو ديال هاد الماء ديال الكروفيت، وغادي نزيد واحد الاطرو اخر. نتوما عينيكم ميزانكم، الا بغيتو ديروا حتى 2 يطرو ديروها. انا هنا درت 2 يطرو. صافي غادي نمرق، والماء مرقوا به وهو سخون. انا كندير هاد العمليه ضروري كنمرق بالماء سخون، كتطلع هنا النتيجه مزيانه. صافي دابا بعد ما درت الماء غادي نخليها حتى تغلى مزيان، وغادي نزيد عليها الشعريه خلاص راه ما كاينش اللي ما عارفاش الطريقه ديالها. بطبيعه الحال كتفزقوها في الماء طايب، الماء غليان، هي والشامبينيون نوار.
وصافي. وكنقطعهم بالنسبه للشومبينيون نوار، راه قطعته غير هكايا على 2 ولا 3، خليته شويه باين. انا كيعجبني باين في هاد الشوربه هادي. الشعريه حتى هي قطعتها بعد ما صفيتها من الماء طايب. ومنين غتغلى الطنجره غادي ندير نص معلقه ديال البزار ديال سكينجبير الا كان عندكم طري احسن. وعندي هنا راس معلقه ديال الابزار، وهنا نص معلقه ديال الثومه بودر. الا ما كانش عندكم الثومه بودر خذوا واحد الريس او لا جوج، ولكن يتشحر مع البوارو باش تمشي ديك الريحه ديال الثومه ما تبقاش، يتشحر من الاول. صافي هنا دابا غادي نخليها تغلى. وغادا ندير الشومبينيون والشعريه الصينيه. وصدقوني الاخوات والله العظيم الا هاد الشوربه هادي غنيه عن التعريف، من اروع ما يكون. انا كطلع ليا في يدي ما شاء الله، ماشي زعما حيت كنشكر راسي ولا. جربوا هاد الطريقه وغادي تفكروني وغادي تعرفوا علاش كنهضر. وكذلك عندي هنا واحد 2 معالق ديال صوص صوجا. علاش درت 2 معالق ديال صوص صوجا؟ حيت هاد الصوص صوجا الخفيفه ماشي ثقيله. بالنسبه ليا انا الا كانت عندكم ثقيله ديروا غير معلقه صغيره باش ما تجيكمش الشوربه كحله وما تجيكمش مره. وعندي هنا معلقه كبيره ديال عصير حامضه. صافي غادي نكبهم حتى هما على هاد لاصوب هادي وغنحرك باش يندمج الكل. ها نتوما اللوين ديالها كيفاش بقى داير، حيتاش هذيك دوك 2 معالق ديال صوص صوجا راها خفيفه ما تخافوش منها. ولكن كنديرها لكم في بالكم الا كانت ديك ثقيله ضروري معلقه صغيره راها مجهده. وهذا الشيء علاش ما كثرتش الملحه في الاول. ها هي هنا راها مازال خفيفه، وغادي نمشي غادي نخليها تغلى شويه. وغادي ندير واحد المعلقه ديال مايزينا ديال نشا الذره، معلقه صغيره اللي غندير حيت انا ما تنبغيش صراحه هاد الشوربه تجيني ثقيله. حقاش هذه الشوربه ما خصهاش تجي ثقيله وما خصهاش يبقى فيها غير الماء ديالها، ني تكون خفيفه بزاف بحال اللي كتشربوا غير الماء. غادي ندير غير معلقه كيف ما شفتوني. ها هي بعد ما حركتها في القرعه وصفيتها في هاد الزليفه باش ما يبقاوش فيها دوك الحبيبات. صافي وخويتها على الخليط ديال الشوربه. وغادي نخليها تغلى واحد 4 ديال الدقائق ولا 5 ديال الدقائق. كيف كتلاحظوا معايا الصوبه ديالنا هي هذه راه كتغلى، واحد الريحه طالعه ما شاء الله، واحد الريحه غزاله، شي ديال الكالامار وديال الكروفيت. وغنمشيو باش نتلاقى معكم الشكل النهائي والاخير. وغادي تشوفوا الصويبه ديالنا كيفاش كتجي متعادله، ماشي ثقيله ماشي خفيفه، عاديه. وهكا باش كنزعموا عليها كنشربوا فيها مزيان. وإلا وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك وشي تعليق زوين. جزاكم الله كل خير. وكنقول لكم هنا شكرا لكم على المشاهده، جزاكم الله كل خير، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.